محمد، يعني انت في اعدادي وثانوي كنت بتشرح لزمايلك. كويس. ده اللي انا فهمته. اه. وانا كنت بعمل كده. تمام. واحد شاطر زمايله بيستفيدوا منه، بيشرح لهم درس، حته من درس، يحل لهم مساله. ده اللي انا فهمته. تمام. بعد ما رحت الجامعه ايه اللي حصل؟ الاضطهاد بقى اكتر من والدي، مش الايه زمايلي. الايه بقى؟ ما انا مش عارف بقى الاضطهاد كده. يعني الدنيا لا بالراحه يا محمد، ايه اللي حصل بعد الجامعه؟ بعد الجامعه بقى بقت مضغوط نفسيا اكتر من والدي. يعني انا لما بقى كنت بسافر وبشتغل بره اسماعيليه، كان والدي بيريحني جدا، بيبقى مش كويس جدا فاهم. معايا. مانيش لما فاهم. ببقى قريب منه مش على فاهم مسافه حبيبي، قريبه. ايه العلاقه بين تدريسك لزمايلك وبين مضغوط نفسيا في الجامعه؟ يعني ما قدرتش تكمل لا، في الجامعه؟ والدي لا، كملت الحمد لله واشتغلت. طب ايه المشكله؟ المشكله حضرتك ان الاضطهاد ده في ناس فسرته بانه سحر او كلام من ده مربوط ما بس بيني وما بين والدي، يعني انت او ما حاسس بين. بتعب نفسي، ناس شويه. فسروه لك بانك انت مسحور. وانا قول مش لهم مقتنع انتوا بموضوع السحر المسحورين، قول بصراحه. لهم انتوا المسحورين في مخكم، مفيش حاجه اسمها سحر. وفي كتاب اسمه الفتوحات الالهيه بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيه، ده كان صاحبي سليمان بن عمر الجمل العجيلي الله يرحمه، وقال ولا يوجد كتاب في السحر صحيح. الصفحه اللي على الشمال في الجزء الثالث. هجس ودجل الناس بتضحك بيه على بعضها لان هم فاضيين ودماغهم فارغه وعندهم تشويش في معلوماتهم، مفيش الكلام ده نهائي. وبعدين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. احنا في ملك محمد مش سليمان. الآية اللي كل من هب ودب يقول لي مذكور في القرآن، مذكور في القرآن، قول له اقرا أول الآية يا ابني. مفيش. الواقع اللي احنا فيه يا حبيبي يبوظ نفسيتي ونفسيتك ونفسية أتخن تخين في الدنيا. لسه بنتكلم يا حبيبي في أول الحلقة أهو. أنا أحب واحد كذاب، ربنا قال لي ارتاح. أيوه ممكن أنت تحبه، لكن هو لا يمكن يكون بيحبك. اللي بيحب حد ما يكذبش عليه أبدا أبدا، لأنه ما صدق لقاه.